لمباريات ذهابي بل إيابي دور 16 للتشامبيونز ليج. إليكم هذا الخبر العاجل المتعلق بنهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث جاء القرار كما نشاهد قبل قليل من لجنة الاستئناف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتماد النتيجة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، باعتبار المنتخب المغربي منتصرا ب3 أهداف دون مقابل، وخسارة منتخب السنغال الذي كان قد توج باللقب. منتخب السنغال إذن يسحب منه اللقب ويعطى هذا اللقب لمنتخب المغرب، بعد أن جاء قبول استئناف الاتحاد المغربي وإلغاء قرار اللجنة التأديبية بالاعتماد على اللوائح الخاصة، وتحديدا اللائحة رقم 84، كما تضمنت القرارات أمور أخرى تتعلق بإيقاف لاعب منتخب مغربي سايبري لمباراتين، إلغاء غرامة مالية كانت قد حددت ب$100,000، تخفيض غرامة، كذلك الاتحاد الإفريقي في قضية جامعات الكرات إلى $50,000، وتثبيت غرامات أخرى تتعلق بهذه المباريات أو هذا النهائي تحديدا. إذا المنتخب المغربي رسميا هو بطل إفريقيا كما جاء في نص هذا البيان من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سنعود الحديث عن ذلك لاحقا مع كابتن يوسف شيب والذي كان مع طاقم بين سبورتس مباراة النهائية لكأس أفريقيا. شاهدنا فرحة سبورتينج، الإحصائيات تقول آخر مرة وصل سبورتينج إلى ربع النهائي، جوابا على السؤال يوسف ربما يعود إلى موسم 82-83 منذ أكثر من 43 سنة لم يصل فريق إلى ربع النهائي ويصل بهذه الطريقة الغريبة. سأعود يوسف إلى الخبر العاجل، واعتبار المنتخب المغربي منتصرا في نهائي كأس أفريقيا. التوقيت غريب طبعا، الإجراءات غريبة، أحداث المباراة النهائية كنا فيها معا غريبة، كل شيء في هذه البطولة غريب إلى هذه اللحظة. طبعا محمد، لأن الأحداث اللي شاهدناها وعشناها في الملعب كانت أحداث مؤسفة جدا. أنا في اعتقادي أن كان المفروض أن يطبق القانون على أرضية الملعب، لأن عندما غادر المنتخب السنغالي وانسحب من المباراة كان يطبق القانون، وأنا حتى في الحكم كان صفروا أنها المباراة، لكن جاءته تعليمات أن ينتظر 10 دقائق. القانون واضح أن أي فريق ينسحب من أرضية الملعب يعتبر خاسر، المفروض كانت تطبق، لكن جاء متأخرا. لقب صحيح أنه منح المغرب لكن بدون أي طعم محمد، بدون أي طعم. دائما هذه الفوضى الموجودة في الاتحاد الإفريقي وهذه اللامسؤولية بعض المسؤولين، أظن يجب أن ينظف الاتحاد الإفريقي من هذه الأشياء التي صراحة أضرت بالكرة الإفريقية. أنا بطولة على مستوى الملاعب، على المستوى الفني كانت عالية جدا، ناجحة منظمة بشكل ممتاز جدا، لكن للأسف كما قلت دائما هم الأشخاص، دائما أشخاص، خصوصا في الأشخاص الذين يتخذون القرارات. كان المفروض كما قلت دائما هذه الأشياء، كان المغرب كان دائما يصر على الاستئناف وعلى تطبيق القانون بحرف اضافه، لكن كما قلت جاء متاخر بدون اي طعم. ولا ادري المغاربه، حتى كل المغاربه اظن يشاطرون نفس الراي، لان رغم انه يمنحون اللقب لكن ليس لديه طعم كما كان سيكون لو طبق القانون على ارضيه الملعب. كابتن سامي، رايك، شاركت في هذه البطوله مدربا للمنتخب التونسي وخرجت معه من الدور الثاني. هو من المؤسف معناتها باش تصير احداث كما هكا في الفاينل، معناتها بعد عرس كروي كبير، معناتها بطوله افريقيا افريقيا، معناتها حسب رايي حدث كبير معناتها، والمفروض ما نشوفوش حركات واشياء كما هيك. انا بالنسبه لي الاشكال الكبير قاعد مازال في افريقيا هو على مستوى التحكيم، والقرارات المفروض تتخذ على مستوى التحكيم، ولا اختيار الحكام اللي يديروا المباريات حتى على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي. معناتها هذا ثم خلل وثم تراجع كبير لمستوى التحكيم في افريقيا، وما يسبب العديد من الاشكاليات. لكن تتفق مع من يرى بانها كانت بطوله مثاليه من ناحيه تنظيميه، وانت الذي شاركت في البطوله؟ كانت الاكثر من رائعه معناتها، على المستوى التنظيمي كانت بطوله رائعه ورائعه جدا. منشآت موجوده في المغرب على طراز عالي وعلى مستوى عالي جدا. البطوله كانت في فتره كبيره معناتها تحت الامطار. السلبيات الوحيده احداث المباراه النهائيه. السلبيه الوحيده هي المباراه النهائيه، المباراه كانت تحت الامطار معناتها، جل المباريات لم نلاحظ اللي كونه ثم خلل على المستوى. هنا كان صفر نهايه المباراه الحكم، ثم جاته تعليمات ان ينتظر بعض الشيء. هو للاسف اللي كونه معناتها في بعض الاحيان القرارات نتاع الحكام تتدخل فيها معناتها بعض الاطراف
الاتحاد الافريقي مره اخرى معناتها نشوفوا معناتها الانسحاب. ونعود لاعب منتخب السنغال. طيب كابتن وائل، بطل افريقيا 3 مرات، كنت مدير منتخب مصر في النسخه الماضيه، رايك؟ يعني طبعا انا بتفق مع الكباتن في ان اسوأ عنصر في منظومه الكوره في افريقيا هو الحكام يا محمد، والتوازنات اللي بتحصل، كل فريق بيلعب على ارضه بيستفيد من الشيء ده صراحه. بس 2006 فزتوا بدرعكم يعني. كله بيستفيد، كله استفدنا؟ كله بيستفيد، احنا استفدنا؟ كله هو بيستفيد سواء يتكلم على بشكل عام الانديه عن الكرة وعلى الأفريقية. المنتخبات. لا اسمح لي. انا مش هدخل في تفاصيل لا انتم البطوله. استفدتوا 3 نسخ تستفيدون من الحكام. فين اللي استفدنا 2006 2008 و2008 و2010. اوكي 2006 استفدتوا. وانت استفدت يا يوسف. كل الانديه المنتخبات اللي بتلعب احنا بالعكس كل احنا ما استفدناش. احنا بالعكس احنا خربوا علينا الفاينل. عارف انت؟ انا مش هدخل في تفاصيل يا يوسف. المهم انا بقول لك، بس انا بقول لك اسوأ عنصر في المنظومه هو الحكام، وكله بيستفيد انديه ومنتخبات يا يوسف. مسؤولي الاتحاد هم كله بيستفيد انديه ومنتخبات. شوف هناك حسابات، هناك صراعات بين الناس في الاتحاد الافريقي، فساد كبير في داخل اروقه الاتحاد الافريقي. ليس هناك نظام، وليس هناك قوانين يعتمد عليها. ما فيش عداله يا يوسف. طبعا ما هو ما فيش عداله. طيب لا ما فيش عداله، وكل واحد بيقدر بيستفيد. طيب يعني انت تتفق مع كابتن سامي بان التحكيم هو النقطه السلبيه في أسوأ نقطه في القاره الافريقيه. كل الناس بتستفيد منه يا محمد، اللي يقدر يستفيد منه بيستفيد. هو أسوأ منظومه في الأسوأ عنصر في المنظومه الرياضيه. انت كاسطوره تتمنى العداله في كره طبعا القدم. طبعا. انا مش عايز اكسب ظلم. انا مش عايز اكسب ظلم. لو الموضوع اتحسن للمغرب، كل المباركه المغرب على اللي اتعمل والتنظيم والشكل الجمالي الممتاز. كلنا بنبارك للمغرب ونبقى فرحانين للمغرب. احنا مش قلت لك بارك لنا ما تباركش لنا. احنا مش عاوزين هذا الكاس اساسا بهالطريقه هذه. احنا مش عاوزينها. لكن اتكلم لك انا على انا بتكلم بصفه عامه يا يوسف، بغض النظر عن انا بتكلم بصفه عامه. لا انت قلت استفدتوا من النهائي. لا كل الدول والمنتخبات اللي على ارضها بتستفيد يا احنا يوسف. ضرنا بالعكس. انا ما قلتش ان المغرب استفاد من الحكم. لا كنت انت استفدت واحنا ضرنا تحكيم. وانت استفدت يا يوسف وانا ما استفدتش لوحدي. ايش استفدنا احنا منه؟ ايش استفدنا؟ انا مش هراجع معاك قرارات تحكيميه يا يوسف. مش هستفاد. انا بتكلم بصفه عامه. انا بتكلم بصفه عامه. كابتن وائل لا ما قلتش انت استفدت. لا كله بيستفيد على ارضه يا يوسف. كابتن وائل في لعبنا احنا ارض كابتن يوسف. ايطاليا. كابتن يوسف شيبو. تفضل. ليله 29 رمضان نعود لدوري